يلا نسقف يلا ننط، هنحكي حكاية ونحفظ آية ونضحك ضحكة هه هه هه. هنحكي حكاية ونحفظ آية ونضحك ضحكة هه هه هه. يلا بسرعة تعالوا معانا نسمع ميرو هتقول ايه. يلا بسرعة تعالوا معانا نسمع ميرو هتقول ايه. مساء الخير اصحابي صغيرين في كل مكان، اهلا بيكم في برنامج قصايص ميرو يذاع حصريا على قناة صوت الامل الدولية. معاكم مرسى، هتشوفوني كل خميس الساعة 7 بتوقيت مصر. اصحابي الصغيرين، النهاردة انا مش هحكي حدوتة ولا هقدم حلقة كبيرة. انا جاية النهاردة علشان اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد. خلاص كلها يومين وهنبدأ المدرسة. انا بس جاية يا ولاد اقول لكم شوية حاجات تخلوا بالكم منها. زي ايه؟ اولا يا اصحابي الصغيرين، لازم تحافظوا على نظافة شنطتك، نظافة شعرك، نظافة ضوافرك، نظافة لبسك. لازم يا ولاد نخلي بالنا في البيت وفي المدرسة من نظافتنا الشخصية. تاني حاجة يا ولاد، لازم اخلي بالي من واجباتي كويس قوي، وما خليش حاجة تقعد عليا لتاني يوم. يعني عود نفسك يا شاطر، عودي نفسك يا شاطرة ان اول ما اخد الواجب اروح اذاكره كويس قوي واحفظ الدرس وكمان احل الواجب. لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. طيب في حاجة كمان يا ولاد، لما نكون في الحصة في المدرسة لازم اسمع اكتر ما بتكلم. يعني اكون مركز قوي مع المدرس، بلاش ان انا احكي مع صاحبي واعمل زيطة، علشان انا اللي هستفاد. ولازم اكون فاهم المدرس بيقول ايه. بص يا ولد، المدرسين بيحبوا الطفل حتى لو شقي، لازم يكون شاطر ومركز وبيتجاوب معاهم. حتى لو انت عايز تسأل ارفع ايدك باحترام وادب واسأل، اسأل كتير الحاجة اللي انت مش فاهمها. اهم حاجة تطلع من حصتك وانت فاهم كويس قوي. كمان يا ولاد لازم نخلي بالنا من سندوتشاتنا ونظافتها وناكل اكل صحي، علشان يا ولاد اللي بياكل كويس ويهتم بصحته ويهتم بفطاره بيعرف يركز ويعرف يفهم. لكن لو طلعنا واحنا مش واكلين او مش فاطرين كويس ولا اكلنا اكلنا كويس في الفسحه، هنبقى ضعفانين ومش مركزين وتعبانين ومش قادرين ان احنا نفهم الدرس بيقول ايه. يا ولاد العقل السليم في الجسم السليم. عشان اكون مركز وشاطر لازم اكون متغذي كويس واكل كويس، ما اقولش الاكل ده وحش ولا الاكل ده حلو. ونبعد على قدر الامكان يا ولاد من المياه الغازيه، يعني الساقع، ومن الشيبسي ومن اللانشون والحاجات اللي هي فيها مواد حافظه. حاولوا يا ولاد تاكلوا حاجات مغذيه زي البيض والجبنه والفول والحاجات الجميله اللي ماما بتقدمها لنا بشكل حلو صحي ونظيف. يبقى احنا قلنا يا ولاد ايه؟ خلي بالنا من اكلنا. كمان يا ولاد حاجة مهمة قوي للأولاد والبنات لازم يسمعوها ويركزوا فيها ويخلوا بالهم منها قوي. الحاجة دي ايه يا ولاد؟ طبعا احنا رايحين المدرسة، يعني أصحاب كتير، اختلاط كتير، في أولاد صغيرين، في أولاد كبار، في بنات. أهم حاجة يا ولاد في علاقتنا بأصحابنا اختاروا دايما يا ولاد الصاحب الجدع الكويس اللي يقربني لربنا، وكمان يكون حابب الدراسة وحابب ان يعلمني وحابب ان يخليني شاطر. مش ان انا افضل ماشي مع حد مش راضي يتعلم ومش بيحب التعليم ودايما بيعمل مشاكل واخلاقه مش كويسة واقول ده صاحبي وصديقي. لا يا ولاد، المعاشرات الرديئة بتفسد الاخلاق الجيدة. حتى لو انت متربي وحد كويس قوي او انت بنت جميلة وبنت محترمة، لو مشيتي مع بنات مش كويسة اخلاقيا ونصحتيها مرة واتنين وهي ما سمعتش الكلام وكملتي معاها، اكيد الكلام الوحش هيتجاب فيكي واكيد هتلاقي اخلاقك بتتغير واحدة واحدة. في حاجة مهمة كمان يا ولاد، ان لازم في اختلاطي مع الاولاد والبنات اعمل حدود. لازم يكون في حدود ومسافة بيني وبين اصحابي. اعملوا مسافة بينكم وبين اصحابكم يا ولاد. لما يكون في ولد وبنت مع بعض حاولوا على قد ما تقدروا تعملوا مسافة وحدود تتعاملوا بيها. بلاش الاختلاط بالجسد وبلاش التلامس الجامد ده، وبلاش ان انا اتعدى حدودي في ان انا المس صاحبتي او ان انا المس صاحبي. خليكوا دايما يا ولاد محافظين على الحدود والمسافات اللي بينكم ومحافظين على طهارة فكركم. كمان يا ولاد ممكن تقابلوا مدرسين مش كويسين اخلاقيا،
يعني ممكن يلمسوكم، ممكن يتحرشوا بيكم، ان يلمسوا جسدكم. حاولوا على قد ما تقدروا تعرفوا تفرقوا بين المدرس ده يقصد ايه، او المدرس ده فعلا بيتعامل معانا ازاي. حاولوا تبقوا فاهمين ازاي احافظ على نفسي، سواء من صاحب او من مدرس. مش شرط يكون المدرس ده قدوة يبقى هو كده خلاص بقى كويس. احنا وارد يا ولاد، وارد ان احنا نلاقي مدرس مش كويس. حاولوا تتعاملوا بحدود وباحترام وبمسافات، سواء مع اصحابكم او مدرسينكم. اصحابي صغيرين، نصايح كتير قوي كان نفسي اقولها لكم، بس انا مش عايزه اطول عليكم. بس هسيبكم الاغنيه حلوه قوي عن الحروف تسمعوها. انا يا ولاد اللي عندهم اخوات في الحضانه او في اولى ابتدائي ولسه بيتعلموا الحروف، يسمعوا الاغنيه الجميله دي ويلعبوا على الموسيقى بتاعتها ويسمعوا حلوة قوي ويحفظوها ويتعلموا الحروف ألف وب وت وس بتتكتب ازاي. وأتمنى لكم يا ولاد عام دراسي جميل وموفقين دايما ودايما شطار ودايما ناجحين. ودلوقتي هسيبكم على الأغنية وأقدر أقول لكم هشوفكم الحلقة الجاية، نكون حضرنا حاجة حلوة، قصة جميلة، ونسمعها مع بعضينا الخميس الجاي الساعة 7 على إذاعة صوت الأمل الدولية. برنامج إيه؟ قصائص ميرو. مين اللي بيقدمه ومين اللي بيحكي معاكم دلوقتي؟ مرسى. دلوقتي اقدر اقول لكم باي 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 اصحابي الصغيرين. استنوا، اوعوا تقفلوا الفيديو، لسه في اغنيه، يلا بينا نسمعها. باي باي. مين الشاطر فيكم؟ يلا يا حبايبي الحلوين، مين هيجاوب معايا؟ مين الشاطر فيكم حافظ ألف ب وهيكتب على السبورة من الألف للياء؟ مين الشاطر فيكم حافظ ألف ب وهيكتب على السبورة من الألف للياء؟ الألف واقف وحده على راسه طربوش، ألف أرنب يجري يلا حلق حوش. الألف واقف وحده على راسه طربوش، ألف أرنب يجري يلا حلق حوش. مين الشاطر فيكم حافظ ألف ب وهيكتب على السبورة من الألف للياء؟ مين الشاطر فيكم حافظ ألف ب وهيكتب على السبورة من الألف للياء؟ بطاطا وبلح آكل فيه. مين الشاطر فيكم حافظ ألف ب وهيكتب على السبورة من الألف للياء؟ مين الشاطر فيكم حافظ ألف ب وهيكتب على السبورة من الألف للياء؟ فاتح بقه والنقطتين جواه، في تليفون بيرن وتيتا مش سامعاه. مين الشاطر فيكم حافظ ألف ب وهيكتب على السبورة من الألف للياء؟ مين الشاطر فيكم حافظ ألف ب وهيكتب على السبورة من الألف للياء؟ فاتح بقه وثلاث نقط جواه، ثعلب يجري وثعبان يجري وراه. فاتح بقه وثلاث نقط جواه، ثعلب يجري وثعبان يجري وراه. مين الشاطر فيكم حافظ ألف ب وهيكتب على السبورة من الألف للياء؟ مين الشاطر فيكم حافظ ألف ب وهيكتب